السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ شو أخباركم؟ اليوم رح نشتغل تدريج متوسط. رح نشوف الخطوات كاملة. بتمنى المو مشترك بالقناة اشترك بالقناة شباب، ويفعل زر الجرس ليوصلوا كل شي جديد. رح اترك لكم رابط حسابي الانستغرام بالوصف. اي اسئلة اي استفسار برد على الجميع هنيك، واهلا وسهلا فيكم. طبعا مثل ما لنا شايفين شباب، بنفتح خط فوق الاذن تقريبا باصبعتين، نبلش ننظف مزبوط على الزيرو. هلا شباب بننزل منويل على النص، كمان بدنا نطلع بالخط تقريبا اصبع. طبعا شباب هاي الطريقة يعني رح نشتغل بدون ما نستخدم مقص، بدون ما نستخدم اي شيء، رح نعتمد اعتماد الكلي على الماكينة. طبعا شباب حطينا مشط الواحد، واحد ونص عفوا، وكمان طلعنا فيها تقريبا اصبع. شايفين معي كيف عم بمشي على علام الزيرو بالبداية اللي اشتغلت فيه انا. هلا شباب بنحط المشط الواحد ونص، عفوا الواحد، وبننزل من وين بتصير واحد ونص. الفرق بين هاي النمرة شباب وهديك النمرة، هاي النمرة انعم باجزاء بسيطة من هديك النمرة. بعدين بنرفع المنوين على الواحد مثل ما اننا شايفين، نشتغل على الخط. طبعا كتير ضروري شباب نعطي كسرة خفيفة للماكينة كرمال عملية الدمج. هلا شباب بنجيب مشط النص بنركبه على الماكينة وبننزل منويل. هاي النمرة بتصير يعني تحت الواحد تماما. احنا لازم نكون كتير دقيقين بتدريج الشعر كرمال بالنهاية يصير في تناسق من اللون الغامق للون الفاتح. هلا شباب نرفع المنويل، كمان بنعيد عليه شوي لانه دائما بيكون في خيال خفيف نقدر نتخلص منه بهاي الطريقة. هلا شباب نجي للخطوة المهمة، نجيب الماكينة بنخليها على الزيرو، منويل لفوق. بدنا نشتغل كمان على الحرف، شايفين معي كيف؟ بدنا نكون كتير حذرين وما بدنا نطلع فيها. هلا شباب نرجع لماكينة الاكسترا، كمان هذا الخط بدنا نشتغله بأرضه. بدنا نكون كتير حذرين بهاي النمرة شباب، لأنه أي خطأ رح يصعب علينا إنه نحن نصلحه. مثل ما إننا شايفين دمجنا الحرف بالبداية، بعدين برجع بيطلع معنا خيال خفيف، هذا كتير بيعانوا منه المبتدئين. فنحن كيف بنشيله؟ شايفين معنا كيف؟ رفعت المنويل على الربع، رجعت عدت عليه شوي. ما أنا مشكلة شباب، دائما انت كمبتدئ لا تخاف اذا رجع طلع معك حرف، فيك ترجع تعيد النمر بس بحذر ورح تندمج معك وتطلع نتيجة حلوة ان شاء الله. شايفين معي كيف؟ هلا شباب نرفع المنويل تصير زيرو. كمان اذا في هيك خيال خفيف او خط خفيف بنشيله بهالطريقة، وبطرف الماكينة كمان، يعني مو شرط بالماكينة كاملة. شايفين كيف عم شيك عليها يا شباب؟ هلا شباب بنجيب مشط اثنين، بننزل منويل تصير اثنين ونص. طبعا هذا الخط اللي فوق الخط السميك، مثل ما قلت لكم انا راح نعتمد على الماكينة بالتدريج، ما راح نشتغل ابدا بمقص ومشط. طبعا مثل ما اننا شايفين بعملية الدمج بهالطريقة.
طبعا حسب طول الشعر. هلا ممكن اذا الشعر كتير طويل فيك تحط 5، فيك تحط 4، فيك تحط 3، فانا اخترت 2 لانه الشعر مو كتير طويل. بعدين رفعنا المنويل على 2 وبدنا نشتغل فقط على السماكة شباب، يعني احنا ما بدنا نحاول نعمل حرف جديد، نحن فقط عم ندمج هلا. بعدين بنحط مشط 1.5 وبننزل المنويل. مثل ما قلت لكم شباب كتير ضروري نستخدم المنويل ونحن عم ندمج. طبعا انا ما حبيت طول فيديو اليوم، وحبيت اشتغل جنب واحد فقط كرمال ما يكون فيديو طويل، كرمال تستفيدوا وتشوفوا اسرع الطرق. في معي شباب كتير النتيجة طلعت حلوة. شايفين التناسق كيف؟ يعني بتحس الشعر مع بعضه من الغامق للفاتح. هلا حطينا الواحد، نزلنا المنويل، كمان عم نشيك عليها. هاي التفاصيل الناعمة شباب والتفاصيل الصغيرة كتير مهمة بالنسبة انت كمبتدئ انك انت تتدرب عليها وتشتغل عليها، لانه هي اللي بتعطي الجمالية. ودائما في كتير حلاقين ما بيعطوك هذا السر بهاي المهنة، انه انت هاي التفاصيل الصغيرة وهاي الشغلات اللي بتشوفها انت اللي عم تشتغلها، انت ما راح يعني اللي بتشوفنا نحن كحلاقين عم نشتغلها انت ما راح تقدر تفهمها لحتى تمارسها. هي حرفيا هي هون السر بهاي التفاصيل الصغيرة، وانك انت ترجع تعيد على النمر وتعرف تدمج صح. طبعا شباب هلا راح نشتغل السالف نصف دائرة راح نحدده. طبعا شباب بالنسبة اللي عم يسألنا على اسم الماكينة الاكسترا، هاي ماكينة الاكسترا اسمها انت 901 اكس، هيك اسمها. شايفين النتيجة شو حلوة شباب؟ شايفين كيف في تناسق بالشعر؟ طبعا شباب هاي النتيجة النهائية مثل ما قلت لكم، ما استخدمنا مقص ابدا، كله اعتمادنا كان على الماكينة فقط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كان معكم لوكا فيرا.